ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن كرتون ذا سيمبسون، هتكلم عن كواليس صناعة الكرتون ده وازاي اصلا اتعمل وايه اللي خلى ذا سيمبسون يتشهر كده، وهل فعلا التنبؤات اللي كانت موجودة في الكرتون ده حقيقية وكان فعلا الكرتون بيتنبأ بيها ولا مجرد خرافات وخلاص. من غير ما اطول عليك، ما تنساش اللايك والاشتراك، عايزين نوصل ل 20000 مشترك. صلي على النبي ويلا بينا نبدأ الفيديو ده. في اواخر الثمانينات كان في راجل اسمه مات جرونينج. الراجل ده ما كانش بيحاول يعمل اعظم مسلسل كرتوني في تاريخ ولا حتى كان بيحلم بكده اصلا. هو كان مجرد رسام بيحب يرسم كوميكس بسيطه كده، وكان عنده سلسله اسمها لايف ان هيل. بس المشكله انه لما جات له فرصه يشتغل مع برنامج تلفزيون كان خايف انهم ياخدوا شغله ويضيع منه. وهو داخل الاجتماع قرر يعمل حاجه غريبه جدا. بدل ما يعرض شغله القديم اللي هو خايف عليه ده، قال لك طب ما اعمل حاجه جديده خالص. وفي لحظه كده حرفيا بدا يرسم عيله. انا تخيل هو في مكانه قبل ما يخش الاجتماع قاعد بره متوتر، قال لك انا هرسم عيله واعمل كده حاجه جديده خالص. في ساعتها وانا قاعد حرفيا طبق المقوله اللي بتقول ان العشوائيه تصنع المثاليه. المهم في الرسمه اللي هو عملها دي، عمل عيله مكونه من اب غبي شويه وام عاقله بتحاول تلم الدنيا، ولد مشاغب، بنت ذكيه، وطفله صغيره بتبص لها كانها فاهمه كل حاجه. والاغرب انه سمى الشخصيات باسامي من عيلته هو شخصيا. والرسمه اللي هتبقى كرتون بعدين دي ما كانتش مسلسل اصلا، ده بدا كمقطع صغير جدا في برنامج اسمه ذا تريسي اولمين شو، وكانوا بيطلعوا اللقطات دي كده بين الفقرات زي فواصل سريعه. وخلينا نكون صريحين شويه، الرسم كان غريب قوي كمان، مش نضيف ومش احترافي خالص، الاخر زباله يعني. بس رغم كده في حاجه كانت مختلفه، حاجه خلت الناس تركز. الكرتون ده ما كانش بيحكي قصص اطفال عاديه، لا كان بيهزر عن المجتمع وبيسخر من الحياه اليوميه وبيقدم عيله شبه اي عيله حقيقيه عايشه في امريكا. وده كان جديد جدا وقتها. واللي حصل بعد كده كان صدمه للجميع. الفواصل الصغيره دي بدات تجيب اهتمام اكتر من البرنامج اصلا نفسه. زي ما قلت لك في البدايه، هو ما اتعملش كرتون، هو كان فواصل في برنامج تاني خالص. الناس بقت بتستنى الفواصل دي مش البرنامج. وهنا قناه بدات تاخد بالها وقالت احنا ممكن يكون عندنا حاجه كبيره هنا. بس القرار ما كانش سهل، انك تاخد كرتون رسمه بسيط فكرته غريبه ومفيش حد متاكد منه وتحوله لمسلسل كامل، دي كانت مخاطره حقيقيه. بس برضه قرروا يجربوا. وفي سنه 1989 بدا عرض اول موسم حقيقي من ذا سيمبسون. وهنا بقى بتبدا القصه بجد، لان اللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي خالص. بس خليني اسالك سؤال قبل ما نكمل، ازاي كرتون بالشكل ده قدر يتحول من تجربه بسيطه لاشهر مسلسل كرتوني في تاريخ؟ والاجابه ببساطه ان اللي حصل كان انفجار. اول ما ذا سيمبسون نزل كمسلسل حقيقي سنه 1989، الناس اتصدمت، مش عشان الرسم ولا عشان القصه، لكن عشان الجراءه اللي كانت موجوده فيه. الكرتون ده كان بيقول حاجات محدش كان بيقولها وقتها، بيسخر من العيله، بيتريق على المجتمع، بيهزر على السياسه، وبيكسر فكره الكرتون انه للاطفال. الكرتون كان للبالغين، يعني كرتون للكبار. وده كان صادم جدا في الوقت ده. في وسط كل الشخصيات في واحد من الشخصيات سرق الاضواء بالكامل كده، كان كل العيون مركزه عليه، واللي هو بارت سيمسون، الولد المشاغب اللي بيعمل كل حاجه غلط وبيفلت منها كمان. الشخصيه دي بقت ظاهره لدرجه ان الاطفال بقوا يقلدوه، والمدارس اشتكت، واهالي كتير قالوا ان الكرتون بيبوظ العيال. وحرفيا لو رحت شفت الكرتون هتفهم هم ليه قالوا كده. بس رغم كل ده، او يمكن بسببه، الكرتون نجح اكتر. وفي وقت قليل جدا ذا سيمبسون بقى الاعلى مشاهده، الاكثر تاثيرا، والاكثر كلام عنه في الاعلام. والشخصيات بقت في كل حته، على التيشيرتات، الالعاب، الاعلانات، وحتى الاغاني بقت موجوده للكرتون. الموضوع خرج عن السيطره. بس النجاح دايما له ثمن. ورا الكواليس ما كانش كل حاجه حلوه. الممثلين اللي بيعملوا الاصوات بداوا يطالبوا بفلوس اكتر، وقالوا احنا السبب النجاح. والشركه قالت لا، الكرتون هو اللي ناجح عشان الجرار اللي فيه. حصل بقى شد وجذب، والموضوع كان هيبوظ منهم خالص. بس في الاخر اتفقوا وكملوا يعني. بس كان في برضه مشكله غير المشكله دي، كان في ضغط في الكتابه. تخيل بقى انك لازم تكتب حلقات مضحكه وذكيه وجديده كل اسبوع. يا اخي ده انا بعمل فيديو واحد في الاسبوع، ما بالك هم بيعملوا حلقه كامله لازم يتحط فيها كل العناصر دي، ده غير طبعا الرسم في اسبوع. ده بقى خلى فريق كتاب يعيش تحت ضغط مرعب. بس برضه كانوا بيطلعوا بافكار عبقريه. السر حقيقي النجاح، يعني خلينا نكون صريحين شويه، نجاح ذا سيمبسون ما جاش صدفه. كان في 3 اسباب اساسيه: الكتابه الذكيه اللي ما كانش فيها هزار خالص من الناحيه دي، قصدي من ناحيه الكتابه مش الكرتون نفسه، لانهم كانوا عارفين هم بيعملوا ايه. كان في نكت سريعه، تلميحات ذكيه، حاجات الكبار بس اللي يفهموها، واللي حرفيا كل كراتين البالغين اللي بتنزل دلوقتي بقت بتقلد ذا سيمبسون اصلا. وبرده النقطه الثانيه ان الكرتون ما كانش بيخاف يتكلم عن اي حاجه، السياسه، الدين، المجتمع، حاجات ناس كتير كانت بتتجنبها في اي اعمال اصلا. النقطه الثالثه الشخصيات الواقعيه، رغم انهم كرتون بس حاسس انك تعرفهم، وده طبيعي عشان هم اصلا متصممين عشان كده. بس وسط كل النجاح ده في حاجه صغيره الناس بدات تلاحظها. في الاول ما حدش ركز، بس مع الوقت الموضوع بقى مريب شويه. ناس بدات تقول استنى، مش احنا شفنا ده قبل كده؟ ولا لا لا، مش قصدي ان الحلقه مقرره، ده انا قصدي حاجه مرعبه. كان في لحظه ادراك، واحده من
اغرب اللحظات كانت لما دونالد ترامب بقى رئيس. ناس كتير افتكرت ثانيه ذا سيمسون كان جاب سيره الموضوع ده قبلها بسنين، وساعتها الناس بدات تدور واكتشفوا حاجه اغرب بكتير. دي مش حاله واحده، دي كانت مجرد البدايه. لو ان الكرتون اتكلم عن تكنولوجيا قبل ما تظهر، الاحداث حصلت بعد سنين، وحتى تنبأ بحاجات غريبه جدا. بس ازاي؟ هل دي مجرد صدف ولا ذكاء كتاب ولا في حاجه تانية؟ وهنا بقى قصه بتتقلب، والفيديو مبقاش عن كرتون ناجح وخلاص، لا ده بقى عن كرتون ممكن يشوف المستقبل. بس قبل ما نحكم لازم نفهم الحقيقه، لان مش كل اللي بيتقال صح، وده اللي هنعرفه دلوقتي. طيب تعالوا ندخل بقى في الجد. خلينا نكون واضحين، مش كل حاجه اتقالت حقيقيه، بس في شويه حاجات فعلا صعب تتجاهلها. اول حاجه ان ترامب يبقى رئيس. في حلقه قديمه جدا ظهر فيها ان دونالد ترامب بقى رئيس لامريكا، وقتها الموضوع كان هزار، لكن بعد سنين ده حصل فعلا. والاغرب ان الحلقه كمان كانت بتلمح ان البلد هتدخل في مشاكل بعده. وفي برضه حلقه تانية بتتكلم عن التكنولوجيا اللي سبقت وقتها، قبل ما الساعات الذكيه تنتشر، الفيديو كول يبقى عادي، والاي اي يدخل في حياتنا. ذا سيمسون كان جايب افكار شبه دي. بس خلينا بقى نسال سؤال، هل ده تنبؤ ولا مجرد خيال ذكي سبق الزمن؟ في برضه حاجه ما ينفعش نتجاهلها، وهي صفقه ديزني اللي فاهم في عالم شركات الكرتون. يعني في حلقه برضه قديمه كان في لوجو بيقول ان ذا والت ديزني كومباني امتلكت سنتري فوكس. وقتها ولا حد كان يتخيل ان ده يحصل اصلا، لكن بعد سنين الصفقه تمت فعلا. طب ازاي كل ده بيحصل؟ وهنا بقى لازم نفصل الحقيقه عن الهبل. مفيش حاجه اسمها سحر ولا تنبؤات ولا الهبل ده. خلينا كنت صريح معاه، ده سيمسون مش بيشوف المستقبل، بس في اسباب منطقيه تخلي الموضوع يبان كده. اول سبب هو عدد الحلقات الضخم. المسلسل ده عنده مئات الحلقات، اكتر من مئات كمان، يعني طبيعي جدا انه يقول افكار كتير بعضها يجي صح بالصدفه. غير كده كمان السبب التاني انه كتاب اذكياء جدا. الناس اللي بتكتب المسلسل مش عاديين، دول فاهمين السياسه، فاهمين المجتمع، وبيشوفوا الاتجاهات اصلا قبل ما تحصل. يعني بدل ما يتنبؤوا هم بيحللوا المستقبل، وده يفرق جامد عن التنبؤ. 3، في حاجات مفبركه كتير. ناس كتير على النت بتالف لقطات وتقولوا انها من المسلسل، والمشكله ناس كتير بتصدق. بس الموضوع كله عباره عن خليط بين شويه صدف، شويه ذكاء، وشويه مبالغه من الناس. بس ده ما يمنعش بصراحه ان الاحساس غريب. لو رجعنا لاول القصه هنلاقي ان سيمسون بدا كفكره بسيطه جدا، واحد بيرسم عيله بسرعه باجتماع، بعدين بقى اطول مسلسل كرتوني في تاريخ، واحد من اكتر الاعمال تاثيرا، وحاجه لحد النهارده الناس بتتكلم عنها. وده يخليك تقول هل فعلا هو مجرد كرتون ولا حاجه اكبر من كده شويه. يمكن ذا سيمسون ما بيشوفش المستقبل، بس اكيد فاهم الحاضر اكتر من ناس كتير. ولو بصيت على الحقيقه كويس ممكن تكتشف ان اكتر حاجه مرعبه مش تنبؤات، ده ان كرتون بيتكلم عننا احنا. وفي اخر الفيديو حابب اقول لك حاجتين. اول حاجه يعني عن ذا سيمسون، لما انا بدات اتفرج على الكرتون ده في الاول بصراحه كنت بحبه وشايف انه كرتون ممتع، ومن احسن الكرتونات للبالغين في الافكار اللي بيناقشها ويقدمها، والكوميديا بتاعته فعلا حلوه. بس ده ما يمنعش ان الكرتون زباله بيتريق على الدين، وحتى الدين الاسلامي اتريق عليه اكتر من مره في الحلقات. ويتبع اللي بيتفرج على الكرتون ما تتفرجش عليه، اعمل لايك واشتراك على الفيديو ده عشان يوصل لغيرك وما يتفرجش عليه. يعني لو وصل لاخر حته في الفيديو اللي هي دي ما يتفرجش عليه برضه. انا من اول ما شفت الحلقات اللي بتسخر من الدين دي طلعت على طول، يعني ما كملتوش اساسا. فخليك زيي وما تتفرجش عليه وما تنصحش بيه حد اساسا، لان للاسف معظم كرتونات البالغين بقت لازم عشان يبينوا الهزار يتريقوا على الدين. مش كلهم، مش هقول لك كلهم، في كرتونات البالغين كويسه جدا وما بتتريقش على الدين. ممكن ابقى اعمل فيديو عنهم، ممكن اعمل فيديو عن كل كرتونات البالغين واعرفك ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. فلو حابب قول لي كده في كومنتات. بس احب اقول لك ان بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تقول لي اي افكار تيجي في دماغك، تناقش معايا تحت في الكومنتات، قول لي اللي انت عايزه. ادعم الفيديو جدا، وما تنساش بقى ال 20,000 مشترك. اشوفك الفيديو الجاي في حفظ الله.